الحقيقة الإعلام المصري في حالة صدمة وانهيار بعد الهزيمة الساحقة أمام المنتخب المغربي. الإعلام المصري بات يطالب باستقالة أو إقالة اتحاد الكرة المصري. حالة من الجنون، حالة من الحزن، بل وصل الأمر للمطالبة بإعادة هيكلة الكرة المصرية. نتيجة المغرب الفوز بسداسية على منتخب مصر تسببت في الكثير من الألم في الكرة المصرية. بينا نسمع ماذا قال الإعلام المصري عقب فوز المغرب بسداسية نظيفة على منتخب مصر، ونرجع نرد على هذه التصريحات. منتخب المغرب قدر يتلاعب بمنتخب مصر ويقدم مباراة كبيرة جدا ويحقق إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب، أول ميدالية في الأولمبياد لكرة القدم للدول العربية. دي نتاج جهد وعمل الاتحاد الكرة المغربي والتخطيط لكرة القدم المغربية، وفي المقابل عدم تخطيط وعدم إعداد وعدم لكرة القدم المصرية. كرة القدم دايما بتدي لمن يعطي. واضح ان هناك تخطيط، ان هناك نظام في كرة القدم المغربية أسفر عن نتائج. كلنا شايفين الطفرة في كرة القدم المغربية سواء على مستوى المنتخب الأول أو على مستوى المنتخبات المختلفة ومنها المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي إن يحقق ميدالية برونزية في الأولمبياد، والمنتخب الأول إن يحقق مركز رابع في بطولة كأس العالم، يبقى هناك الناس دي بتخطط، الناس دي بتشتغل، الناس دي عارفة بتعمل ايه، الناس دي عندها هدف وبتشتغل على الهدف بتاعها. احنا الآن ننتظر الاستقالات الجماعية، ننتظر استقالات جماعية لكل من أخفق، مش بس في كرة القدم. اتحاد الكرة على رأسه لابد ان يقدم استقالة جماعية بسبب الإخفاق الشديد لكرة القدم وبسبب الخسارة الفادحة بنتيجة 6-0 من منتخب المغرب. خسارة ضخمة جدا وكبيرة جدا بتؤكد ان في خلل واضح وخلل كبير جدا في كرة القدم المصرية. احنا كلنا حاطين ايدنا على قلبنا، عايزين الشوط ينتهي، عايزين المباراة تنتهي. كارثة بكل المقاييس أحلت بكرة القدم المصرية، وده مش من فراغ، ده نتيجة التخطيط السيء. صعب على أي مصري يا كابتن فاروق إن هو ما يعبرش طبعا عن حزنه النهارده. يا ريت قبل ما نكمل تصريحات الإعلام المصري، يا ريت الكل يدير لايك لهذه الحلقة عشان توصل لكل الناس. من فضلكم ادعمونا بلايك، ولو أول مرة تتفرج عليا دير اشتراك في قناتي من فضلك. ويعني عايز أقول إن الإعلام المصري بيقول الحق، بينصف الكرة المغربية وبيعترف بالحقيقة ان المغرب اقوى وان المغرب افضل. حتى الاعلامي الاول بيقول كلنا ايدينا على قلبنا وبنتمنى المباراة تنتهي، الحكم يصفر. وبالفعل اللاعبين المصريين ذهبوا الى الحكم وطلبوا منه انهاء اللقاء قبل احتساب الوقت الضائع، قبل نهاية الوقت الأصلي. الحكم صفر بنهاية المباراة. أنا أتوقع أنها كان ممكن يجي السابع والثامن. فالإعلام المصري بيقول الحقيقة. يا ريت الكل يدعمنا بلايك لهذه الحلقة حتى تصل إلى كل الناس. وبينا يلا نكمل باقي التصريحات. النتيجة الثقيلة اللي لسه طبعا خلصانة منذ قليل، مباراة مصر أمام المغرب والسداسية للمنتخب المغربي، توج بيها طبعا الميدالية البرونزية، أكيد بنبارك له. فريق المغرب هو منظم من بداية المباريات، حتى في المباراة اللي خسرها الأخيرة هو فريق منظم، فريق بيلعب كرة جماعية بشكل كويس. المتوسط الأعمار عندهم قريبين من بعض، عندهم الاثنين الكبار أو الثلاثة الكبار اللي موجودين عاملين حالة النهارده فارق طبعا. فارق الواحد حزين كلنا، ما كناش نتمنى الخروج. ماشي، وارد ان انت كنت ممكن تخسر من المغرب يا تامر النهارده. منتخب المغرب منتخب قوي جدا، منظم، عامل اسباب زي ما كابتن محمد عمر قال، اسباب النجاح مش على صعيد كرة القدم فقط، على صعيد الرياضة بشكل عام، وانت اكيد شايف النتائج. لكن الهزيمة وشكل الهزيمة هو اللي سيء جدا. المغرب رزعتنا 6-0. فواحد هيقول لي ثواني بس، انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده انت متاكد منه الاول ولا لا، ولا انت بتقول ايه، ولا دي بروباجندا؟ اقول لك بروباجندا، انت شفتش الماتش؟ احنا اتغلبنا من المغرب 6-0 يا جماعه على مدير. يا ريتنا ما صعدنا من المجموعه. خلاص خرجت ونسيتوا الدنيا، نسيتك والناس نسيتك. انت عارف الكارثه في ايه؟ لاعبتنا عندهم مشكله كبيره قوي. النهارده كان ندخل فينا جون نروح نجيب الكره ونرجع بسرعه. ما تسكت، بتجيب الكره ليه؟ ما تقعد نام، قول لهم احنا تعبانين.
فس الكور، طفش الكور كلها، سطحها. انت بتعمل ايه؟ انت خسران من المغرب وعمال يدخل فيك اجوان وعمال تجيب الكرة وترجع، ايه السبب؟ عايز تعمل ايه؟ تتعادل؟ انت عايز تتعادل، انت نيتك كان فيها انك انت تتعادل، صح كده؟ احنا بيحصل معانا كده ليه يا جماعه؟ 6-0. نعم لإلغاء كرة القدم، نعم لإلغاء كرة القدم يا جماعة. منتخب المغربي الواد الزلزولي لما جاب الجون الأولاني سقفت له، قلت عادي ما احنا هنتعادل. جه الجون التاني رحيمي، يعني ما سقفتش كده اللي هو ايه على الهادي كده، بس عملت قلت عادي ماشي مفيش مشاكل، جدع محمد طارق. لا التالت ماشي لوحده في مسقة وفي البعيدة كله بيتفرج، وحمزة علاء بس اللي هو ايه بيفك جسمه، فاهم؟ طب انتوا يا جماعه، طب انتوا رحتوا ليه؟ رحتوا ليه؟ ما احنا كده كأننا ما رحناش. خدت المركز الرابع، المركز الرابع ده حتى مش بيديك باكو بسكوت. مش هقول لك بقى بيديك ميداليه نحاس، انت مش بتاخد باكو بسكوت. الرابع ده كأنك ما رحتش. طب انا رحت اعمل ايه بجد؟ ما انا عمال اشغل دماغي وعمال اقول ايه لازمه المشوار؟ المشوار يخلص او ينتهي ب6-0 من المغرب بعد ما يعني شوف انت كنت خلاص فرنسا كسبان، فرنسا 1-0 فرنسا وهتصعد، يجي فيك التعادل في الدقيقه 82 عشان تيجي تلاعب المغرب. انا كنت عارف ان احنا هنخسر من المغرب، خلي بالك، بس مش كده. يعني المغرب منتخب فارق عنك في كل حاجه، في كل حاجه، بس هي تخسر منه 6. ده انا كنت خايف يمضونا على حاجه والماتش شغال. 6-0 6-0. لا الغوها احسن بقى، الغوها ملهاش، انا ما عنديش كلام اقوله. انا حاسس ان انا لساني السلام عليكم يا جماعه. يعني عايز اقول ان الاعلام المصري فعلا بيقول الحقيقه ونصف المنتخب المغربي. المغرب كان افضل على كل المستويات من قبل المباراه، وكل الاعلام المصري يتوقع هزيمه منتخب مصر، يتوقع فوز المغرب، لان المغرب متفوق في كل شيء. يعني ردود افعال كتير جدا وصل بيهم الامر ان في فساد. يعني المغرب كشف فساد الكره المصريه، كشف امور كتير جدا زي ما هنسمع دلوقتي. اول اعلامي سمعناه نكمله. المباراة النهاردة بتاعت منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المغرب الأولمبي برهنت على كل اللي حصل وفتحت الملف على مصراعيه، لأن ملف كله فساد وكله مشاكل وكله أزمات، وكله الفساد مش لازم يكون فساد مالي فقط، الفساد ممكن يكون فساد اداري، فساد ملفات، فساد في ان ما عندكش رؤيه، ما هو كله ده في النهايه بيعمل فساد. فانا بتكلم ان احنا محتاجين وننتظر استقالات جماعيه، ننتظر ننظف المنظومه الرياضيه اللي سداح مداح دي، ننظف الاتحادات اللي اخفقت، اللي معظمها اخفق. النتائج في الاولمبياد نتائج غير مبشره بالمره. يعني حال الرياضه المصريه قبل سداسيه المغرب شيء، وبعد سداسيه المغرب شيء تاني اخر. يعني هزيمه المغرب الساحقه كشفت امور كتير، والحال من بعدها يتغير، وفي ملفات كتير هتتفتح. لذلك انا بقول هذه النتيجة افحمت بل دمرت الكرة المصرية حقيقة. وعشان نكون منصفين برضو، هناك اشخاص يتحملون المسؤولية ولا بد من محاسبتهم. نقرأ تصريحات باقي الاعلاميين بقى. يعني انا عايز اقول ان هذه الفيديوهات اللي احنا شفناها هي الفيديوهات الرائجة اللي طلعت دلوقتي، لكن لسه في جزء آخر سيتم تسجيله، ولسه في برامج كتير لم تتحدث لأن مواعيدها ستبدأ من الغد وستبدأ من الصباح. فدير اشتراك في قناتي عشان يوصل لك كل جديد أول بأول، واعمل لايك لهذا الفيديو حتى يوصل لك كل جديد. وتعالوا نقرأ تصريحات الإعلام بقى على السوشيال ميديا. ميدو بيقول، ده إعلامي طبعا ولاعب منتخب مصر السابق، بيقول للأسف خسارتنا من المغرب فضيحة، ولكنها فضيحة واقعية، فضيحة تعكس الفارق الهائل بين مدرسة كروية بدأت في فقدان هويتها ومدرسة كروية عرفت
كيف تطور من نفسها، عرفت كيف تصدر لاعبين لأوروبا، عرفت كيف تطور من مدربيها، عرفت كيف تطور من رخصها التدريبية، عرفت كيف تستغل إمكانيات أولادها أصحاب الخبرات الكبيرة في المجالات المختلفة. دولة لها رجال يخدموها، ودولة لها رجال يخدمون أنفسهم. كل التحية للمغرب وأولادها، وإحنا لازم نفوق. تعليق أكثر من رائع، تعليق في الصميم من أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والإعلامي حاليا. لخص كل حاجة في جملتين اتنين. الإعلامي أحمد موسى وأثناء تغطيته للمباراة يعني يقول لك فضيحة في أولمبياد باريس، والله العظيم 4-0 للمغرب، كارثة كارثة. منتخب مصر للأسف خذلنا النهاردة، ده بس والنتيجة كانت 4. شوف لما بقت 5، معقولة المغرب يسجل 5 أهداف في مرمى منتخب مصر؟ شوف بعد نهاية المباراة نصف دستة أهداف مغربية في مرمى منتخب مصر. منظومة رياضية فاشلة، والله الجماهير لا تستحق جرى لها من البعثة المصرية المشاركة. يعني حالة من الغضب الشديد جدا من كل الإعلام المصري. كل الإعلام المصري في حالة غضب شديد جدا جدا. ويعني ممكن حد يقول لي انت لابس تيشيرت المغرب ليه ومش لابس تيشيرت المغرب ليه؟ لا اخفيكم سرا، انا اعشق المغرب. كنت بشجع منتخب مصر، كان نفسي منتخب مصر يفوز على المغرب، ولكن ببارك للمغرب من كل قلبي. مفيش مصري يقدر ينكر ان المغرب لا تستحق الفوز، بالعكس المغرب يستحق التتويج بالذهبية. اي والله المغرب ينافس على الذهبية. انا مش عارف المغرب كان بينافس على يعني البرونزية ازاي؟ المغرب يستحق الذهب بهذا المستوى، بهذا الجمال، بهذه الروعة. انظر الى الصحف العربية كلها والصحف العالمية تتغنى بهؤلاء، بالمنتخب الكبير. عرفوا قيمته، عرفوا قيمته. المنتخب المغربي يعني لم يسمي على المنتخب المصري. المنتخب المغربي يعني هارب بسنوات ضوئية عن اي منافس في افريقيا، عن اي منافس عربي. المنتخب المغربي منتخب مش هقول لك اوروبي، لا هو منتخب افضل من المنتخبات الاوروبيه، ومش تطبيل، مش مجامله. دي ناس بتتعب، ناس بتجتهد، ناس تستحق المكسب. انظر حتى الى اخلاقهم، اخلاقهم عاليه جدا. انا كنت بشعر ان لاعبي منتخب مصر مش جايين يلعبوا كوره، جايين يتشاجروا، جايين يتخانقوا، جايين يتعاركوا. اعتراضات على الحكم، تدخلات عنيفه، سب، يعني ما كانتش كوره. يعني انظر الى لاعبي المنتخب المغربي، منتهى الادب، منتهى الاخلاق، منتهى التواضع، منتهى النزاهه. يعني لاعبين صبورين، ناهيك طبعا عن مستواهم الرائع وروحهم القتاليه وكل شيء كان يصب اليوم في مصلحه اشبال الاطلس، اللي بقول لهم مبروك، تستاهلوا، وهنيئا للجمهور المغربي على هذا المنتخب العظيم. هارد لك لمنتخب مصر، موفق ان شاء الله في باقي المسيرات. مصر والمغرب سيظلوا اخوات، شعب واحد، احنا اهل والله. مبروك للمغرب من كل قلوبنا. واكتر حاجه عجباني فعلا ان كل الاعلام المصري معترف بالحقيقه، معترف ان المنتخب المغربي يستحق، بل يستحق اكثر من ذلك. الكل يعلم قيمه المغرب ومقداره، الكل يعلم ان المغرب يعني لا احد يستطيع الوقوف امامه في كرة القدم. حقيقة لابد ان الجميع يعترف بها. شكرا جدا، تابعوني واشتركوا في قناتي، فعلوا الابوني عشان يوصل لكم باقي التصريحات وباقي الفيديوهات. هنجيب الصحف العالمية ووكالات الانباء ماذا كتبوا عن المنتخب المغربي بعد حصد البرونزية. لذلك بطلب منكم الاشتراك في قناتي وعمل لايك لهذا الفيديو ان اعجبكم. شكرا جزيلا لكم، سلام.